تمام كده شغال. يلا بينا. شياكه شياكه، يعني انا احب دايما الالوان الغامقه، تحسها كده ليها شخصيه، فاهم؟ المهم النهارده هنتكلم عن شخصيه الاي اي. هيدمر الدنيا وبتاع، ومفيش مبرمجين هيشتغلوا ولا في مصممين هيشتغل، اي شغلانه بالكمبيوتر هيعملها الاي اي وخلاص كده. يعني كلنا هنقعد في البيت، وما انصحكش تدخل حاسبات عشان هي خلاص ما بقاش ليها مستقبل. بص احكي لك قصه. سنة 1760 كان بداية التحول الصناعي في العالم، بدأ يطلع الآلات. يعني مثلا طلع مكنة الخياطة، دي بتخيط لوحدها، يعني بتدخل لها قماش وهي بقى تخيط الاتنين في بعض. ده كان اختراع وقتها، وقالوا ان خلاص مكنة الخياطة ديت هتستبدل كل الخياطين اللي موجودين، احسن واسرع من اي خياط عادي. فده كان التحول الخطير وقتها، احنا خلاص مش هنحتاج خياطين تاني، مكنة الخياطة ديت هتخيط لنا كل اللي احنا عايزينه. الناس اتعاملت ازاي مع وقتها مع مكنة الخياطة؟ في ناس خلاص خافت جدا من المكنة ديت وقالت احنا لازم نغير شغلانتنا. في ناس عملت ادابتيشن، يعني تأقلم، يعني بدأوا يشوفوا مكنة الخياطة دي بتشتغل ازاي وبدأوا يستخدموها في شغلهم. فبالتالي الناس الوحيدة اللي يعتبر اتطردت او ما بقاش ليها شغل هي الناس اللي ما عرفتش تستخدم مكنة الخياطة في شغلها، لان هم كانوا ابطأ وشغلهم اقل كواليتي من الناس اللي بيستخدموا المكنة. ده ببساطة اللي حصل زمان وده اللي بيحصل دلوقتي. بس في تركاية، مش اي حد ماشي في الشارع يقدر يقعد على مكنة خياطة كده ويستخدمها ويطلع منها تي شيرت، ولكن الناس اللي اصلا فاهمة في شغلها وهم كده كده يعني كانوا شغالين ويستخدموا ده في شغلهم، هم دول اللي طلعوا حاجة حلوة من المكنة، فاهم؟ هم اللي استغلوها. ولكن لو واحد جه معدي وحاول يستخدم المكنة عشان يطلع بيها شغل، الشغل هيطلع مش مظبوط. جميل الكلام ده على مكنه الخياطه، سيبك بقى منها خالص وتعالى للاي اي. الاي اي حرفيا بيعمل ده، بيعمل الشغل اسرع وكواليتي احسن بكتير من اي بروجرامر عادي بيكتب الكود بايديه. وما ينفعش ننكر ان اللي مش هيستخدم الاي اي هو هيتم الاستغناء عنه بشكل او باخر خلال السنين الجايه. هو بقى فرض دلوقتي موجود عليك ان طالما في حاجه هتطلع الشغل احسن واسرع تستخدمها، مش هتستخدمها مش هتعرف تتاقلم معاها هتمشي. طيب هل اي حد هيدخل على الكمبيوتر يستخدم الاي اي يطلع شغل؟ لا، اللي هيستخدمه هو فاهم هو اللي هيطلع الشغل صح. عشان كده الجملة دي هي اللي هتعادل ان خلاص الاي اي هيستبدل البشر. هو هيستبدل البشر اللي مش هيستخدموه في شغلهم. حاجتين مهمين جدا لازم تبقى فاهمهم. اول حاجة ان خلاص ما بقاش في وجود للبروجرامر اللي بيكتب كود بايديه، تمام؟ يعني هو لو بيستخدم 100% الكيبورد في كتابة الكود بتاعته فده مش هيبقى ليه مكان. ولكن زي ما الاي اي هيخلي الناس تستخدمه عشان تطلع برامج، هو برضه بيخلق نوع جديد من الشغلانات ما كانش موجود قبل كده. زي ما الخياط كان بيخيط بايديه وبعد كده طلع لنا نوع شغلانه الخياط اللي بيستخدم بالمكنه في الخياطه، برضه برمجه بتكريت نوع جديد من الشغلانات. عايز اقول لك ان لحد دلوقتي لسه الرؤيه دي مش واضحه، ايه نوع الشغلانات اللي هيتكون بسبب الاي اي. يعني في شغلانه جديده اسمها تقريبا فورورد بروجرامنج، حاجه كده، شخص بيبقى مسؤول عن كرييشن البروجرام من اول خطوه اللي هو بيقعد مع العميل لحد اخر خطوه انه يطلع له برودكت. بيبقى المبرمج نفسه داخل في قصه البيزنس، انه بيقعد مع كلاينت ويفهم منه وبعد كده يكتب طلباته وبعد كده يحولها اركتكتشر. البروسيس الكامله ديت طلع لها بوزيشن جديد بقى ليه مسمى هسيبه لك هنا. المهم ان في شغلانات جديده بتتخلق وبتتكون بسبب الاي اي وتغييره وتحوله في السوق، واحنا في فتره التحول ديت محدش يقدر ياكد ايه اللي هيحصل وايه الشغلانات اللي هتتخلق وايه المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي وايه اللي المفروض انت تعمله دلوقتي حالا عشان تلحق تواكب اللي بيحصل. هو كله بيخبط، يعني كله بيحاول يعمل اللي شايفه صح، فاهم قصدي؟ بس يعني في حاجات اساسيه لازم تبقى عارفها، ان هي لو انت يعني ستيل في مرحله التعليم انك تتعلمها فانت ماشي في المسار الصح. انك تتعلم الساينس اول حاجه، اللي هي العلوم الاساسيه اللي تبان عليها الكمبيوتر، زي الالجوريزمز والداتا ستراكشر والبروجرامينج نفسه كاوبجكت اورينتد بروجرامينج. وتتعلم مثلا سكيلز زي الدوكر والجيت هاب وجيت لاب. تعلم مثلا ال LLMs شغاله ازاي وبرومت انجينيرنج. تعلم الساينسز دي اللي هتخليك ايا كان التغيير اللي هيحصل هتقدر يبقى عندك البيز اللي في دماغك اللي تقدر تواجهه. لو انت متخصص في حاجه معينه زي الفرونت اند والباك اند، تبقى مذاكرها كويس قوي عشان لما تستخدم الاي اي انك تعمل بيها الشغلانه ديت
تقدر تديله برومبت مظبوط عشان انت فاهم شغله، تقدر تراجع وراه. محدش هيقدر يراجع ورا شغل الاي اي غير اللي كان بيعمل الشغل بايديه الاول، او اللي فاهم الشغل بيتعمل ازاي. فانت تقدر تاكد هو اللي طلعه ده صح ولا غلط، ولو غلط تقول له يعدله. علشان لو انت مش فاهم شغله هو ممكن يسوحك، لسه هو مش ستيبل كفايه، وهو مش دايما 100% الحاجات اللي بيطلعها بتبقى صح، هو بيغلط كتير خصوصا في الحاجات المعقده لحد دلوقتي. فانت محتاج تبقى فاهم علشان تواكب استخدامه. ده العصر اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. في النهايه الاي اي هو داخل يغنينا عن حاجه كنا بنضيع فيها وقت كتير، وهو الاعمال الروتينيه المكرره في كتابه الكود. يعني ايه؟ كان في دايما مجهود ذهني محترم كده كان بنبذله ان احنا نكتب كود سليم 100%، وان احنا نحل المشاكل بشكل يناسب الكمبيوتر بشكل ما. ده كان اكتر حاجه بتاخد وقت مع المبرمجين، كانوا بيقعدوا ساعات وايام وشهور واسابيع وسنين يكتبوا كود بشكل سليم في الكمبيوتر يتعامل معاه بشكل سريع وسلس وكده. الكلام ده ما بقيناش نبذل فيه وقت ومجهود، خلاص بقى الآلة جاية تغنينا عن التفكير الروتيني ده. زي ما العصر التحول الصناعي جه غنانا عن المجهود البدني، بدل ما انت كنت ماسك الحاجة بايديك تعملها او حاجة تصلحها، العصر اللي جاي بيغنينا عن المجهود الذهني. ما بقاش فيه بروبلمز بتقعد تعصر دماغك انك تفكر فيها. وده ليه يعني باك سايد كده، ان دماغنا ما بقتش تشتغل كمهندسين كتير زي زمان. بقى اي سؤال بيجي في دماغك عايز حسبة ولا عايز تحل اي سؤال الاي اي بيحله لك، فده بيقلل مستوى المخ. وده حتى المبرمجين بيتكلموا اللي هو ما تسيبش نفسك كده ما تفكرش، على الاقل حل لك بروبلم كل يوم علشان دماغك تفكر. وبس بيدينا وقت تاني ان احنا نفكر في البيزنس اكتر. هو احنا بنعمل ده كله ليه؟ عشان نحل مشكلة بيزنس. بعمل موقع بالناس بتدخل عليه عشان تشتري منتجات. هو انا بعمل الموقع ده عشان يحل مشكلة ان بدل ما الانسان يروح المحل يشتري، لا انا بعمل موقع يحل له المشكلة دي. بدل ما هعمل سيستم ورقة وقلم كده ان انا ادير المصنع، لا هعمل ويب سايت يدير ده. فانا دايما بعمل اصلا المواقع او السوفت ويرز او البرامج عشان تحل مشكلة موجودة. فوجود ان الاي اي بقى يوفر علينا وقت اللي هو هعمله ازاي، بقى يدينا وقت اكتر ان احنا نفكر في المشاكل اللي موجودة وازاي نحلها. وده هو اصلا يعني لب الموضوع او اصل كل البرامج انها تحل مشاكل. فبقى عندنا وقت كفاية ان احنا كمبرمجين مش بس نبص على البرنامج او ازاي هيتبرمج، نبص على المشاكل اللي موجودة وازاي هنحلها بالتولز السريعة اللي بقت موجودة دلوقتي. هو احنا بقينا نشوف بس المشكلة فين وهنعرف نوصل لها الحل، ومش هياخد وقت طويل. الحاجات اللي كانت بتاخد شهور بقت تاخد اسابيع، الحاجات اللي كانت بتاخد سنين بقت تاخد شهور. فالبرمجة وصعوبتها قلت. اللي هيكملوا يكونوا مبرمجين عاديين ما بقوش موجودين، اللي مكملين هم المبرمجين اللي بيستخدموا الاي اي واللي بيشغلوا دماغهم في طرق حل المشاكل والبروبلم سولفنج. عشان ده هو اللي هيميزك من شخص للتاني الفترة الجاية. تبقى فاهم ساينس كويس قوي وتبقى قادر تحل مشاكل بشكل كويس. فاهم؟ تبقى انسان مالتي تاسكر. هو ده الفترة الجاية. لو انت واحد متخصص في حاجة معينة ما اعتقدش ان هتقدر تأدبت مع الفترة اللي جاية. انت لازم تبقى ملم بكذا حاجة مع بعض، اي اي مع فرونت اند باك اند مش عارف مع ايه. فاهم؟ النولج في كذا مجال في بعض، هو ده المستقبل. ما ينفعش يبقى واحد متخصص في حاجة معينة بعد كده. طب يا ديفيد، الكلام حلو قوي، الكلام جميل. اعمل ايه يعني؟ ادخل حسابات اصلا ولا ما ادخلش بالوضع ده، ولا اذاكر ولا اغير المجال؟ يعني اديني كلام واقعي. يعني الكلام انت شرحت لي الليله كده من بره، اديني بقى الحل. يعني ما تسيبنيش كده، مش هسيبك كده. لو انت اصلا بتحب تعمل برامج وتكريت ابلكيشنز وسوفت ويرز، عندك حب البيلدينج ده، عارف من واحنا صغيرين مثلا في طفل بيبقى حب يبقى معاه مكعبات ويبني حاجات، في واحد لا هو فاكس الكلام ده انا هروح ارسم. المجال ده هيبقى تحفه بالنسبه لك. الاي اي هيسهل ده، ودوس في ده وهتلاقي فيه شغف كبير انك تبيلد حاجه يوزنج اي اي. طيب لو انت اصلا جوه الكمبيوتر ساينس ميجر هتعمل ايه؟ دايما هتعلم بيزكس كل حاجه وتعملها بايديك الاول، بعد كده تستخدم الاي اي تول. انا عايز اكون صريح معاك، التعليم دلوقتي اصلا ما بقاش زي زمان. يعني في حاجات كتيره بقينا نسكيب
ان احنا نقعد نحفظها ونذاكرها عشان خلاص بقى الاي اي يعملها، وبقينا نركز على الحاجات اللي فعلا مهمه اللي بتفرق. وبنتعلم الساينس اكتر من ان احنا، وده بيشتغل ازاي اكتر ما تقعد تحفظ سينتاكس وتكتبه بايديك، فاهم؟ فانت تبقى واخد تراك ومتعلمه كويس قوي وبتستخدم الاي اي فيه، مش بتستخدم اي اي من غير ما انت متعلم التراك ده، فاهم قصدي؟ لو انت بقى خريج فتراي تو يوز اول ذا تولز اوف اي اي، وانك تجيب الماكس بتاعها في شغلك علشان دايما الشركه تحس انك valuable. اكتر واحد برودكتيف وبيستغل فعلا الاي اي تولز اللي موجوده. التولز فيها مهارات كبيره جدا احنا واخدين حرفيا القشور بتاعتها، ولكن انت لو برومبت انجينير شاطر وبتعرف تطلع افكار وسيستمز واركتكتشرز مختلفه وواخد فعلا الماكس بتاعها، فانت في امان. وهي بتتطور كل يوم، فانت محتاج برضو تادبت ايه الجديد اللي بيطلع وتتطور معاه كل يوم. فدي سكتك بقى لو انت متخرج وواخد تراك مكمل فيه. اعتقد يعني ده السيف زون لحد دلوقتي، ولو في ابديت يعني في المجال هتلاقيني بعمل فيديو انزله هنا، فتنساش تعمل فولو او سبسكرايب على حسب انت فين. واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معاكم ديفيد، سلام.